السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم راح نتعلم شلون ننزل ايقاعات على الاورك، الايقاعات والاصوات. الطريقة هي طبعا الاورك جديد جاني وحبيت اسوي لكم هذا الشرح عليه. اول شي راح نسويه نحتاج الاورك PA800 ونحتاج ايقاعات. شوف حاول شلون تدبر هالايقاعات. هو كورك PA800. اول شي ندوس على هاي. احنا راح نخلي الفلاش بالبداية، بعدين ندوس على هاي، نيجي هنا ندوسها USB. راح تطلع لك الملفات اللي داخل USB اللي خليناه. هاي الملفات عندي. نختار كورك، ننطي اوبن. هاي عندي أنا هنا السيتات، هاي كلها ايقاعات، يعني سيت كامل بكل واحد. يعني هسه هذا بتقريبا فد 100 ايقاع وصوت او اكثر، وهذا الثاني وهذا الثالث، وعندي يحلي حد 12. طبعا نقدر ننزل منه عادي. هسه راح نشوف شلون نحمله للسيت. أنا عندي السيت، هسه نحمل. يعني طبعا ما بشيكم أنا كلهم واصل حد 3. نسوي ال4 ونقول له لود. هنا يقول لي تريد هو والأصوات؟ قول له نعم. يقول لي أنت متأكد؟ قول له نعم. هنا دا يبدي ينزل، بس هاي العملية هنا راح تطول أقل شي 5 دقايق، 10 دقايق، 7 دقايق، حسب السيت اللي عندك، طول السيت يعني. إذا كانت الإيقاعات مالته والأصوات مالته هواية راح يطول يمك أكثر. فإحنا راح نسد الفيديو ونرجع لكم ورا ما يكمل تحميل الإيقاعات. طبعا هنا هو كمل التحميل. راح ترجع لنا هاي الصفحة مرة ثانية، ندوس exit. هسه راح تقول لي وين راح تطلع الإيقاعات. شلون راح نطلع الإيقاعات؟ ندوس هنا ونجي على هاي، وهنا عندنا هاي الإيقاعات كلها، وهنا وعندنا هذني هم إيقاعات كلهن. مثلا ندوس على هذا وهذا ونريد نشغل الإيقاع، ندوس على هاي. هسه راح تقول لي شلون راح اقلب الايقاعات. هسه مثلا اختارينا واحد راح كبر رجع، تدوس على هاي وتجي هنا. هاي شو تسوي؟ تبقى هاي الصفحة مفتوحة، يعني اقدر اقلب مثل ما تسمع، اقدر اقلب متروح كل شوي. هسه عرفنا شلون نطلع الايقاعات. هسه الاصوات، مثلا عندي خلنا نشوف انه بس ايقاع حلو. هسه مثل عندي هذا الايقاع، يعني دا تشوفون دا تسمعون الصوت. عندنا هنا STC1 و STC2 و3 و4. هذني
الأصوات المخزونة، الإيقاعات، الأصوات مال هذا الإيقاع. مثلا عندنا الواحد هذا، عندنا الاثنين، عندنا الثلاثة نفسا تقريبا، الأربعة هم نفسها. احنا شلون راح نضيف صوت ثاني؟ مثلا انا عندي دا اعزف على هذا الايقاع، اريد اغير الصوت، الايقاع نفس الايقاع بس اريد اغير النغمة اللي راح اعزف عليها. نجي هنا عندنا قلنا الاول عندنا هذا، الثاني عندنا هذا، الثالث والرابع نفسهم. شلون راح نضيف صوت هنا؟ طبعا اللي يفضل يكون هذني، هاي العلامة الصفراء بأنه هذا صامت، هذا صامت، هذا راح نسوي صامت. نجي على أول واحد ندوس هنا، هاي هذني الأصوات تشوفوا. وعندك هذني كلهن، هاي وهنا، وعندك هنا كلهن. شوف عليها تختار. طبعا هاي تفضل تكون شو اسمه يعني مشغلها على مود لا يروح الايقاع. هسه اذا طفيناها راح هاي الصفحة تختفي قبل، فكل ما تريد لازم ترجع تختار واحد. شوف لا تروح. راح نشغلها حتى من ندوس هنا تبقى واقفة. بدنا نقول انا عجبني هذا الصوت يعني، بس يعني شرح دا اسوي لكم اياه تحملون يعني شوية طويل. قلنا هذا ايش راح نسوي؟ هذا راح نخزنه برقم 3. شلون؟ هسه اذا تشوف سويت اني هذا ورجعت على اول واحد، رجعت على الثاني، على الثالث، بقى. شلون راح اخزنه برقم 3؟ خلينا نقول مثل اي 3، نرجع اكزت، هو باقي هسه. ندوس شيفت وبعدين رقم 3. راح يقول لي تريد خزنه برقم 3 او رقم 4 اريد اخزنه او برقم 1. ادوس شيفت ورقم هاي الدقم رقمها اللي اريد اخزنه، مثلا شيفت و3. اقول له اوكي، اقول له يس، ننتظر. هسه صار عندنا، شوف هذا 1، هذا 2، هذا 3، الرابع. هسه نغير الرابع، خلينا نسوي هذا الصوت. نروح اكزيت، ندوس شيفت و4. اوكي يس. هسه عندنا هذا الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع. هسه اذا تغير الايقاع هم بيجي نفس الاصوات اللي خزناهن احنا، ما يختلفن. هسه هذا غير ايقاع هذا. نرجع الايقاع اللي كنا عليه، راح تشوف ما تغير شيء، بقت الاصوات اللي خزناها. هسه الشغلات هذني هاي كلهن قلنا ايقاعات، هذني وهاي ايقاعات، هاي كل هاي الاصوات تقصد الايقاعات قلنا، والاصوات الايقاعات منا نطلعها والاصوات هنا. وعندنا هذني تغيير الاصوات، وهنا التغيير بالايقاع، وقفات، شغلات.
مثل ما شفتوا هسه هاي شنو شغلهم. هسه انا اقول لكم شوف هسه نشغل الايقاع، ولو اني ما رجعت الايقاعات القديمه مالتي لان تطول شويه الشغله. هسه شغلنا الايقاع. شوف خل نوقف الايقاع. اسمع. هاي عندك تريد توقفها، هاي ستوب عندك هنا. هاي طبعا رقم 4 ما بيها شيء، وانت تقدر تغيرها هاي الاصوات اللي تريدك حسب الايقاع اللي عندك تريد تغيرهم. مثلا عندي انا رقم 4 ما دا يشتغل، ما بي صوت. شلون نسوي؟ نجي هنا. هي راح تكون عندك هنا بالبداية. تجي هنا عندك 1 و2 و3 و4. عندي الواحد اني هنا بي، وعندي الاثنين اني بي، وعندي الثلاثة هم بي، وعندي الأربعة ما دا يشتغل. شو اسوي؟ اقدر طبعا اقدر اغيرهن هذني. اجي على 4 بنقول هي ما بيها، تختار انت منه. اقدر اخليها هاي مثلا نقول وارجع. هسه صار عندنا ستوب. اجي هنا هسه هاي الشغلات علمناها. عندك شلون نشغل الايقاع بهذني مال الكوردات. شلون نشغل الايقاع هنا؟ تشوفهم على الاكثرية يبدون هيج، يبدا الايقاع. تجي هاي ستارت، تجي تدوس هاي الفول. هاي الفول تريده يشتغل لحد هنا، منا وهيج يشتغل الايقاع. اكو هاي الستوب اللي يمها. هاي شنو؟ بس انا اقول لك شنو. تدوس يشتغل الايقاع، تشيل ايدك يطفى، تدوس يشتغل. مثلا تدق انت وشلت ايدك يوقف، فانت تقدر تطفيها. تقدر تطفي الدقمة وانت تدق عادي، من تشيل ايدك ما يبقى. هسه لهنا نكتفي اليوم. نشوفكم ان شاء الله بفيديو قادم. تقبلوا تحياتي إيدير من قناة قناص بغداد، وأي استفسار وسؤال أنا حاضر وراح أجاوبكم. شكرا لكم.